بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العراقي الكريم، أيها المخلصون لوطنهم وشعبهم وأمتهم، في الوقت الذي توحدت جبهتنا في مكافحة داعش والإرهاب وحققنا نجاحات في مختلف قواطع العمليات، وأصبح الأمل كبيرا بطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ بلدنا وعمليتنا السياسية، وفي الوقت الذي تتهيأ كل القوى لإعادة إعمار المدن والمحافظات وإعادة النازحين إلى سكنهم ومدنهم معززين مكرمين بعد معاناة شديدة، وفي الوقت الذي تتجه النوايا نحو إصلاح العملية السياسية على قاعدة الانفتاح الإيجابي بين المكونات الأساسية، تبرز أمامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج، وهي الطريقة التي يريد البعض بها إجراء عملية الإصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الآليات الدستورية، ليفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية، ويجدوا نضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا ووطننا والعصابات الإجرامية والإرهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم على يد أبطالنا. لذا نؤكد أهمية تحقيق الانسجام السياسي بين المكونات والكتل، لأنه الأساس في عملية الإصلاح، وبدونه يصعب تحقيق الإصلاح المنشود وبسط الأمن ومعالجة أزمة الخدمات وتشريع القوانين. لكن التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية، وجعل الجميع يحبس أنفاسه خوفا من انفلات الأوضاع الأمنية، ولن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي سيستغلها أعداؤنا جميعا. لذا نهيب بالقوى السياسية إلى المبادرة بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق، وإلى التكاتف حول أسس التفاهم والشراكة التي ينظمها الدستور مع شعور عال بالمسؤولية. ونهيب بالحكومة وأجهزتنا الأمنية المظفرة بضرورة التماسك ومواجهة أي خرق أمني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات إثارة الفوضى. وإذ نؤكد أن التظاهر حق دستوري وفق الضوابط التي ألزم بها القانون، إلا أن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارجا على القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الأمر الذي يساعد داعش وأعداء العراق والقوى المضادة إلى استغلال هذه الأجواء انتقاما من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا، لكنه يبقى هو الأمل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية. وإن دماء الشهداء وفي مقدمتهم الصدرين الشهيدين الذين قضوا على يد البعث المقبور، وآلاف الشهداء الذين قضوا على يد الإرهاب حاليا، تستصرخ الجميع إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والحذر من أي مغامرة ستقضي على كل منجز من الحرية والديمقراطية وتوجهات بناء الدولة رغم الصعاب التي يضعها الإرهاب وداعموه والمتحالفون معه. إلا أننا نعض على جراحنا ونستمر في استئصال هذه الغدد ليستقيم الأمر بالعمل الجماعي والتفاهم وفق الأسس والمبادئ الوطنية، وليس في أجواء التهديدات وقرقعة السلاح الذي لن يخرج أحد فيه رابحا. قلناها سابقا ونكررها هنا أيضا: لا سبيل إلى حل الأزمات سوى بالحوار المباشر
سوى بالحوار المباشر والمكاشفة بين الشركاء في العملية السياسية، والله من وراء القصد ائتلاف دولة القانون.